يستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله ييسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حل الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك أتقى الأتقياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك أصفى الأصفياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك من رب السماء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك دائم بلا انقضاء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. عليك يا خير الأنام. السلام عليك يا بدر التمام. السلام عليك يا نور الظلام. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المتوج بالكرامة. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه
المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله عليه وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وغرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله ليتشرف بوجود ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قدرة رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه الإيمان قواعد
شواهده وتلو عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والذي عن الله ما أمره بتبليل خلقه من فرضه ونفره عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه وسلم. فما أعظمها منة تقرب الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه وسلم. المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويكتب بها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وسلم. أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. تنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموضع استقراره وموضع خروجه. وقد قدت الأكدار الأزلية بما قضت واظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف ليركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لتفي بعشم عشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزن تدوين ما حفظت من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين.
وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حبي سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم. شوق المحب إلى محمد أفناه وفنى به تهيام. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم. شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيام. الله
جهنم في الحشر شفيعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد من محمد لو كنت أرتكب المحرم أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيام في الحشر شفيعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الله عليه وقد آن القلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاد الفم من صفات هذا العدد المحبوب الكامل صلى الله عليه يصل الشمائل
وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة. صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، صلى الله ومنه تفرع عليه. الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. الزاكي بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. صلى الله عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا. صلى الله ولما عليه. كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. النور المبين أصلاب وبطن من شرفته من العالمين. صلى الله عليه. من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام. وصل رياض العلم القديم إلى من خصد بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه. عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقوا صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها. صلى الله عليه. معونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسورها. صلى الله عليه. الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا. صلى الله ولا عليه. تشتغل علما ولا عللا حتى مر شرط بعد شر من حمله. وقربت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده السميع. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ عنقت بي هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج. صلى الله عليه. بقرب ذور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروجه متشوقة من التقاط جواهر كنوزه. صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغنم من بركة وسعادة هذا الإمام. صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقات أشرف البريات. صلى الله عليه. وخروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور
بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله بالوجود باجة التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروج هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، فأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. أقصى مرامي أحظى بالشهود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، وأرى باب سلامي وأرى باب سلامي يا زكي الجدود، وأرى باب سلامي يا زكي الجدود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. يا طراز الكون إني عاشق مستهام، يا طراز الكون إني عاشق مستهام، مغرم والمدح فني، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. تعلم بكايا ونوح يا حمام، تعلم بكايا ونوح يا حمام، وخذ عن شجاع
عن شجوني دروس الغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعدلوني فعاد لي حرام ولا تعدلوني فعاد لي حرام تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام سكرت بخمر الهوى والغرام سكرت بخمر الهوى والغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعدلوني فعاد لي حرام ولا تعدلوني فعاد لي حرام لموني بحبك رموني لموني بحبك رموني يا قرة عيوني عليك السلام يا قرة عيوني عليك السلام دعوني أنادي حبيبي ولا تعدلوني فعاد لي حرام ولا تعدلوني فعاد لي حرام نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية فضل وتجعد جد لي بوصل قبل المنية يا بحر فضل وتجعد جد لي بوصل قبل المنية جد لي بوصل قبل المنية خير البرية نظر إلي ما أنت
قلبي بذكر حيا خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وإطارها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وإطارها يبقى إذا مست أيادي الله نولوها كل العباد وعم نولوها كل العباد وعم نولوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل المسكوفة لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا بالزغراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا بالزغراء اشكي لي من وجد وحالي الله الله وقل مين النبي غالي الله الله اشكي لي من وجد وحالي الله
وقول من النبي قولي إيه اللي غير الأحوال غير الغرام لرسول الله إيه اللي غير الأحوال غير الغرام لرسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا بالزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله النور لاح النور لاح لما حضرنا بالزهراء يا صاحب القبة الحضراء الله علينا بالنظرة يا صاحب القبة الخضراء اللي علينا بالنظرة هز الهلال يا أبا الزهراء واعطي لكل محب منى هز الهلال يا أبا الزهراء واعطي لكل محب منى المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا بالزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا بالزهراء اللهم صل وسلم وبارك عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين نتاج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يهضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد صلوا عليه
أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقرأوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيعوا بجمال فقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حمانا بوجود المصطفى الهدي محمد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جود وبلغ كل مقصد يا الله عليك
كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا الله آمين عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الحسين مرحبا مرحبا ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا سيئاتي مرحبا وامحو عنا سيئاتي مرحبا 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 جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل
صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء منيا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. صلى الله وكان وقت عليه مولد السيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. وأصرف ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت سنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي للصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله 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 مولانا الله 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 ربنا الله 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 مولانا الله 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 ربنا الله 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 مولانا الله 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 ربنا الله 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 مولانا الله 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 ربنا. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام. الله 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 مولانا الله 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 ربنا الله 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 مولانا
وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن الله 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 مولانا الله 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 ربنا الله 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 مولانا الله 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 ربنا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام الله 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 مولانا الله 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 ربنا الله 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 مولانا الله 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 ربنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وقال معروف القرخي قال الإمام معروف القرخي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi mengatakan barang siapa yang mencari surga tanpa beramal, maka perbuatan seperti itu dikatakan adalah dzambun minadz-dzunub, adalah bagian daripada dosa. Bagian termasuk dosa reparep swarga tapi malas untuk beramal, tapi sengkah tak gelem beramal. Kedua, wantidharu syafaati bila sababin nau'un minal ghurur. Dan barang siapa yang mengharapkan atau menanti daripada syafaat pertolongan kelak di hari kiamat bila sababin, tanpa mengerjakan sabab, terol dia syafaat ni harus esare, harus asbab. Mon bada orang teroleh oleh syafaat Kanjeng Nabi tapi tak gelem nyari sebab bisa oleh syafaat Kanjeng Nabi. Di antara di ngodiin sunan Kanjeng Nabi. Sampean hadir majelis ini bagus, Man. Hadir majelis maulid, hadir majelis salawat, hadir majelis zikir bagus. Tapi semua nikah akan lebih bagus, akan lebih bernilai manakala kita mampu mengerjakan sunnah Nabi. Cenya banyak situng besok istiqomah. Sampean hadir majelis maulid, solawat, bagus solawat nikah. Tapi orang cinta ni kata hanya cukup untuk melantunkan solawat. Kutu bada mutaba'ah, harus bada ittiba' dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menanti syafaat pertolongan daripada Nabi bila sababin nau'un minal ghurur, maka itu bagian daripada orang yang tertipu. Kanjeng Nabi no penolong asy-syafi'. Kanjeng Nabi bakal paring syafaat. Tapi saya beri syafaat tak sakapin orang. Orang saya yakuk mata Kanjeng Nabi tak sakapin orang. Tonton orang-orang sekrat tu dah ke Gusti Kanjeng Nabi. Maka orang saya nyari sebab
Dia kok takut tak oleh sahabat Kanjeng Nabi, dia kok teroleh sahabat Kanjeng Nabi, tergantung dari orang terus oke. Alakoh nyere kasab asabab. Dari orang terus sehat tah. Nyere sabab untuk mereka kesehatan. Bener pas juto ju bungko terus nak WC. Juto je bungko ngakan ben seroban, akhir tak mikir ke penyakit tanpa ada ikhtiar, tanpa ada sabab, dari kamu terus sehat tah. Seran orang yang berharap syafaat tanpa melakukan sabab, nau'un minal ghurur, bagian daripada tertipu. Cak tertipu. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan wala taghtar biman qala al-mar'u yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Imam Hasan Al-Basri mengatakan kamu jangan tertipu dengan seseorang yang mengatakan kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Terus nang to. La salat berjamaah wala Al-Qur'an ibacah wala sunnah yodi. Wala taghtar, jangan tertipu dengan seseorang biman qala yang mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Bener nih hadis dah. Bukan berarti kita malas untuk beribadah, bukan berarti kita malas untuk nambah daripada amal ketaatan dekat Allah SWT, karena gelak popolong terus abang cinta to. Umpama orang cuma abang cinta, niscaya orang Nasrani popolong bi Nabi Isa. Niscaya hanya bermodalkan cinta, kelak akan dikumpulkan. Orang Yahudi bakal bolong bi Nabi Zakaria, bi Nabi Yahya. Tak bolong. Sebab amal tak wadah. Tahu orang nyari sebab tak bagus solawat nih kawan. Solawat ngoyo sepuh setengah sana. Apa aja? Solawat dulu ngapo. Keng tak jujur. Lah. Benih nikah. Bagus solawat nikah benih gulang-gulang kini selawat sambian. Punten. Tapi bagaimana kita berusaha nyari sebab orang iya kok mata Kanjeng Nabi gini kah di ngodi sunan Kanjeng Nabi man ahya sunnati faqat ahabbani wa man ahabbani kana mai fil jannah, tak bener untuk tenna tak moro fil jannah. Odi sunan Kanjeng Nabi kada tayyib wartija'u rahmatin wartija'u rahmati man la yuta' jahlun wa humkun. Dan barang siapa yang berharap rahmat Allah, rahmati man yakni zat, la yuta'u, tapi kita tidak mau taat kepada Allah. Wartija'u rahmati man la yuta', berharap rahmat Allah tetapi tidak taat kepadanya. Jahlun wa humkun, bodoh kuadrat. Humkun ini kepun tak ada selebih bodoh nggak ya? Mohon bahasan Rocky Gerung dungu. Gendeng saja. Gendeng taeplang bunggun. Berneng humkun ya, ahmak. Man ahmak? Al ahmak man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Siapa yang dikatakan dungu, sekumprung, bodoh, goblok, medeng, sebarang pun man atba'a nafsahu hawaha, dia yang selalu mengikuti hawa nafsunya akan tetap berharap selamat daripada Allah, berharap pertolongan daripada Allah, berharap rahmat kasih sayang Allah. La jahlun wa humkun, tak mungkin, tak bisa. Mentermu ke masuk ke hati nih. Jadi mulai mangken kula benih becik punten orang selawatan bagus, sering manakib pun bagus. Tapi atau orang neron je ada sahibul manakib, Syekh Abdul Qadir Jailani, barokah. Engkau mulai ngi petokan. Keluar talaman tak yabe pakai petok ibu mulai yo. Ngarkung mak. Manakib bagus.
Salawatan bagus, tahlilan bagus, apa nariyaan bagus pun. Cek buam bumian beramal. Cuma odi sunan Kanjeng Nabi ni kan. Malah termasuk bagian daripada sabab mun beda orang repar swarga king tak gelem beramal aja termasuk dosa orangnya. Dosa. Ngentengaki berarti. Ki mun ngentengaki dak apa sik mulya ki Gusti Allah mun hukum secara resmi nah bisa murtad. Bisa murtad. Mun ngentengaki sesuatu se'mul jaki bi Gusti Allah, merendahkan sesuatu yang dianggap besar oleh Allah. Neraka, inna adzabi alimun, tang siksaan sangat menyakitkan. Pas berdere ngocat mun kapi masuk ke surga sing ngeneng neraka sapa mun tangko ngentengaki ke neraka mun resminna bisa murtad nih sebab ihana ngenyek da apa sih yang kep agung dening Gusti. Cangkep enteng wacan ngak nikah. Tau sagek swargaan, tau saetayan. Hati-hati. Hati-hati. Sampeyan congok ning bab ridah nikah, babur ridah. Menyamakan suara adzan dengan suara ngicung masalah. Swarga yang ke bacaan kuaku beres norongko. Macek nyaman. Cek Kanjeng Nabi tak nanggung ke keluarganya kok. Hatta Siti Fatimah. Saking dahsyat hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya mangkana. Beku sampean datang dela. Beje enggak boleh jaga. Selawat cakang, dok bunyan kapese. Wah. Jamaah apa aja? Lo tak urus halal haram. Bagus pun sampean nih, tapi tingkat taki. Malah termasuk apa sebab nyari swarga tak gampang mak dadi masuk swarga iya motor kotor ngabak nih masuk ki sokore sapora tuh sana karena orang yang sebelum masuk swarga nih pasti sapora ada wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Coba congok ayat ini kan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban panjenengan tulian wasari'u cepetan apa swarga bene ila maghfiratin pengapura kada. Montek sepora tak masuk. Lah untuk terus sepora pangeran ini minta sepora hadir majelis. Matur muka pada sapora. Ngak sampean tuh sana, jangan turengan ngangen. Mun sampean natanya ning bab tobat. Tobat orang je etrema sokor tung situng atu saya pesaporai. Tobat kok mari dia. Ngak. Ya Allah, sepora aki. Ngak boleh. Pasar, ngak boleh. Bebon barongan, ngak boleh. Kemetan, ngak. Mun tro cepat sepora soro pak ngak nih. Cek deng magende urusan dosa. Setiap kali tobat bahkan setiap kali sampean engak soro istighfar soro tobat ke pangeran. Ya Allah edin nari yang kau bilang mun saya coba congok ning babu taubah ku tak sini kejaran mun tak sini kata sepura tulisan aja termasuk syarat taubat itu ya Rabb maturmu ke majelis ini bisa mengampuni segala dosa ring sepo sampun ninggal umur matur ketambiasana ganjaran dari majelis nikah tore tingkat aki cintana tingkat taki sunnah-sunnah Gusti Kanjeng Nabi sehingga kalau dengan benar hanya sekedar hadir majelis maulid hadir majelis sholawat tapi lebih dari Kak Dinto berharap supaya peleman dari majelis nikah betul-betul bisa diingodin sunnah Gusti Kanjeng Nabi taat dekat perintahan Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أكوندا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتعشاها منه الفيوضات الهامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تختم هذا الدعاء